السلام عليكم أحبابي، معكم سميرة سعد من قناة الأم مدرسة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا احنا كل يوم بنصحى في حيرة بقى هنعمل النهاردة ايه على سفرة رمضان النهاردة. فأنا هقول لكم على وصفة سهلة وسريعة تقدروا تعملوها بكل سهولة من البواقي الموجودة عندنا في التلاجة. فأنا مسميها فطيرة المستعجلين والمنجزين. يلا بينا هقول لكم هنعملها ازاي. نبدأ نقول بسم الله. معانا لفة جلاش، طبعا دي كانت موجودة عندي في الفريزر، هي نص كيلو. هنبدأ نقطعها شرايط كده، هنكمل الكمية كلها وبعد كده هنفرفطها عن بعضها ونحطها في بولة ونسيبها على جنب. يلا بينا هنجهز بقى الصوص او التشريبة اللي احنا هنحطها على الجلاش. معانا عدد بيضة وكوبايتين من اللبن، وطبعا لو عندك قشطه حطي معلقتين كده من القشطه، هي كانت عندي في الفريزر ففكتها في اللبن يعني. ومعانا ربع كوبايه من الزيت او السمنه زي ما انتوا تحبوا، وتحطي بقى البهارات بتاعتك اللي معانا رشه شطه ونص معلقه صغيره كده من الفلفل الاسمر ومعلقه كبيره من الملح ونص معلقه من الكاري. هنقلب كل المكونات دي كلها مع بعض كويس جدا وهنحطها على جنب. وهنجيب الجلاش اللي احنا كنا مقطعينه هنحطوه جنبنا برضك، وهنجيب القارب او الصينيه وندهنها بالسمنه، وهنحط نص كميه ورق الجلاش كده معانا في الصينيه. تمام. وبعد كده هنجيب نقلب التشريبه كويس ونحط نص الكميه، بس نتاكد ان احنا شربناها كلها، ونمسك كده الاسباتولا بتاعتنا او بايدينا نضغط عليها كده عشان نتأكد ان هي اتشربت كلها. نبدأ نحط الحشو بتاعنا. اي بواقي عندك بقى، فراخ، لحمة مفرومة، عندك بسطرمة، صدق. انا حطيت الصدق اللي كان عندي في الفريزر برضك. قطعت فلفل اخضر وقرن فلفل حراق كده، وكمان قطعت طماطم حطيتها عليها، وكان عندي زيتون حلقات حطيته عليهم، وبدأت اضغط عليهم كده بالسباتولا. ممكن تحطي جبنة تركي، جبنة موتزاريلا، بس انا هحطهم فوق على وش الفطيرة. هنبدأ بقى نرشش عليهم شوية شطة، شوية بهارات صغننة كده من بتاعة الصدق، وشوية ملح، ونضغط عليها كده. نحط بقية ورق الجلاش كده على المكونات اللي احنا حطيناها، ونتأكد ان احنا غطينا المكونات بتاعتنا، ونجيب التشريبة بتاعتنا نقلبها كويس، وبعديها نحطها كلها بقى على ورق الجلاش ونضغط عليها بالسباتولا علشان نتأكد ان ورق الجلاش كله اتشرب من الخليط. وتدخليها الفرن، واول ما يتحمر الوش بتاعها تخرجيها وترش عليها الجبنة التركي والجبنة الموتزاريلا وتدخليها الفرن تاني عشان يتحمر وشها. كده عملنا أكلة سهلة وسريعة وهتحبوها جدا. لو يا حبايبي عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.